أكتر 5 مسلسلات متحمس ليها في رمضان 2023. رقم 1 مسلسل رسالة الإمام، مش بس لأنه بطولة النجم خالد النبوي، ولا برضو إن هو قصة الإمام الشافعي. هو يعني كان قاضي ورحلته من غزة لمكة لمصر، يعني قصة حرفيا هتحب إنك تشوف، خصوصا إن أجواء المسلسل مناسبة لرمضان. لكن أكتر حاجة شدتني للمسلسل دوت إن هو إخراج الليث حجو. ليث حجو ليه باع طويلة جدا في المسلسلات السورية، هو ما عملش أي حاجة مصري، بس أنا متابعه من لما كان في سوريا. لكنه أخرج أكتر مسلسل علق معايا في الدنيا، يعني مسلسل قعدت فترة كبيرة عايش جواه. حتى وأنا بعد ما خلص وأنا بتفرج عليه وأنا في الشارع وأنا في الجامعة وأنا في أي مكان، المسلسل شغل تفكيري جدا رغم إن أنا داخل على سنة أو سنتين تقريبا متفرج عليه، إلا إنه أثر فيا جدا. هو مسلسل سوري اسمه الندم. اللي ما اتفرجش عليه، هو مسلسل يعني واحد من أفضل 10 مسلسلات عربية شفتها في حياتي. كمان اللي شدني المسلسل دوت إن هو من تأليف محمد هشام عبية، اللي عمل مسلسل في كل أسبوع جمعة ومسلسل رحيم وزودياك. فده مخليني يعني حاسس إن هنشوف حاجة مختلفة أو سيناريو كويس، بجانب إن المسلسل واضح إن إنتاجه ضخم، يعني من البرومو باندا. كمان يعني بجانب كل ده أنا واثق جدا في اختيار وأداء خالد النبوي. خالد النبوي بقاله كام سنة ما شاء الله عليه، يعني أعماله كلها موفقة، بيلعب في لاين لوحده كده، ما يعني مختلف جدا عن جيله أو حتى الجيل اللي قبليه واللي بعديه. تاني مسلسل وهو الهرشة السبعة، هم نفس صناع المسلسل، خلي بالك، من زيزي وقابيل، المخرج كريم الشناوي، والمؤلفة والسيناريست مريم نعوم. فحاسس إن دي التجربة التالتة أو الرابعة ليهم تقريبا، هيكونوا أكثر نضجا، أو ده العمل اللي يعني خلاص بقالهم كام مرة مع بعض. حاسس إن ده هيكون الأكثر نضجا بليهم. هتشوف حاجة مختلفة، أكثر حكمة، موضوع اجتماعي مختلف. حاسس إن احنا هنشوف حاجة، بجانب طبعا الممثلين محمد شاهين اللي بقاله، يعني محمد شاهين كينج أدري، وأمينة خليل بقالها كام سنة بتثبت نفسها إنها نجمة صف أول، ومريم نعوم اللي هي بالنسبة لي واحدة يعني تقريبا أفضل ست كتبت قصص أو حكايات آخر 15 سنة. مثلا الست عاملة ذات، واحد الغروب كاتبة سيناريو الحوار. قلتلكوا حاسس إنها هتكون تجربة أكثر نضجا. تالت مسلسل تحت الوصاية. مسلسل تحت الوصاية أول ما نزل البوستر اتهاجم جدا، يعني انا فاهم منطق هجوم الناس، بس انا كنت متاكد ان الهجوم ده مش هيكون في محله، وده بان جدا من البروم يعني. اللي خليني اتاكدت ان المسلسل دوت هيكون في حته لوحده، يعني حاجه مختلفه غير اللي الناس فاكراه، ان هو اخراج محمد شاكر خضير، اللي اخرج مسلسل طريقي، جراند اوتيل، ومسلسل لا تطفئ الشمس. فانت بتتكلم في مخرج يعني بيلعب في لاين لوحده، مختلف تماما، مش متوقع منه تشوف حاجه يعني اللي الناس معتقداه. ثانيا ان هو تأليف وسيناريو وحوار الاخوين دياب، اللي هم عملوا عسل اسود، الف مبروك، اشتباك اللي راح مهرجانات كتير جدا، وتوم هانكس، يعني توم هانكس عجبه الفيلم، وعملوا طلق صناعي، وعملوا السنة اللي فاتت بره المنهج اللي كان اخراج عمرو سلامة. فانت بتتكلم يعني في صناع متمكنين من حرفتهم واعمالهم بتشهد لهم يعني. فما اعتقدش ان احنا ممكن نشوف حاجة من اللي الناس فاكراها يعني. بجانب البوستر بتاع المسلسل ده حلو جدا، تحسه كده فيلم مستقل او فيلم قصير. فانت بتتكلم حاسس ان احنا هنشوف حاجة مختلفة، والتصوير كمان في اسكندرية، والكولرنج بتاع المسلسل حلو قوي. فانا حاسس ان احنا هنشوف حاجة مختلفة أوي في المسلسل ده. رقم 4 مسلسل سره باتع. اول ما عرفت ان المسلسل قصة يوسف ادريس، اللي هي متاخدة من رواية مجموعة قصصية، هي قصة رقم 3 أو 4 تقريبا. هي قصة يعني كل اللي قرا الرواية قال إنها كانت أحسن قصة في ال7 قصة اللي اتقدمت في الرواية دي. الرواية فيها ميكس ما بين الحاضر والماضي ولغز الإمام. فأنا حاسس إنها يطلع منها شغل يعني، أو يطلع منها حاجة تحب تشوفها. طاقم التمثيل فيه ممثلين كتير جدا، حسين فهمي، أحمد السعداني، أحمد فهمي. كمان من إعلان المسلسل بان إن هو مصروف عليه جدا، يعني كادرات واسعة، المخرج خالد يوسف واخد راحته جدا في الكادرات، اللي هو مش حاجات مثلا خايف من عيب كذا أو جرافيك كذا أو لأ، واضح إن المسلسل مصروف عليه جدا. الكاستنج التمثيل تقيل جدا. إخراج خالد يوسف بعيدا عن أي حاجة، مخرج خالد يوسف مخرج تقيل جدا، مخرج يعني بيعرف يحكي حواديت مختلفة. طبعا قصة يوسف إدريس. يوسف إدريس اللي ما يعرفوش، يوسف إدريس واحد من أفضل الحكايين اللي جم في تاريخ مصر. فأنا واثق جدا إن المسلسل دوت، يعني هو باين جدا من الإعلان، وأكيد كله خد باله إن هو مسلسل هيكون ليه مكان في أول على الأقل
اول 10 او 5 مسلسلات اكتر مشاهدة. رقم 5 مسلسل الصندوق. مسلسل الصندوق منزلش اي حاجة عنه غير البوستر بس انا يعني اللي مخليني متفائل بالمسلسل ده ان هو اخراج مخرج لاول مرة. هتقولي طب ده اول مرة، طب ازاي؟ المخرج دوت كان مساعد لمروان حامد ويسري نصر الله، فانا حاسس ان احنا هنشوف حاجة منه مختلفة. برضو المخرج في اول عمل ليه ساعات بيطلع حاجة حلوة قوي او حاجة وحشة قوي، فانا المسلسل ده مش عارف، بس يعني هو هيطلع حلو قوي يا وحش قوي، بس هو يعني ان شاء الله هيطلع حلو. وحاسس ان احنا هنتفاجئ فيه، يعني هي غموض على شوية رعب، حاسس ان احنا هنطلع منه قصة مختلفة يعني. فيعني ده اللي عندي، فاتمنى لايك وفولو واشتراك كده يعني، ولو عجبكم الفيديو شير.